ولا ودي ديك الناس راهو ما غيديروا شي حاجه اللي غتحملوا فيها المسؤوليه كاملين، لا هنا ولا لهنا. الهين ما كتامنوش بالهين. انا بعض المرات والله الا انا شك في اسلامي الجميع. هاد الناس واش كتحكمهم شي قيم اخلاقيه وانسانيه وشي حاجه من هذا القبيل؟ لا والو، باغي الصهيوني الخوه وتا الكساويد المخزن، تا الكساويد المخزن تا هما على النموذج الفرنسي. وقبضوا الكسوه ديالكم وقارنوها مع البوليس الفرنسي ومع البوليس ديال الاحتلال في اسرائيل، غتلقاو مطابقه بالحرف. هاد الكساوي هادو اللي تخسرت عليهم الملاير، شكون مولات السقا؟ بنت حسني بن سليمان مرات نور الدين نيبت. شوفوا معايا البلاد مقسمه وكل واحد شاد شاقوره وجالس كيقطع، كاين غير ملاير. ولاد الشعب 4 ريال جالسين مؤخرا غيقزموا حتى ديك القيمه الماليه ديال 10 المليون اللي كيديو المعطلين منها 20% ديال الضريبه على ديك القجاقل اللي كيشريو ولاد الشعب، وغيخفضوها قال لك غير 60,000 درهم. 60,000 درهم قسمها على 20 شحال غتعطي؟ غتبقى تما 4 ريال ويدخلوك لنظام ضريبي يحسبوا عليك التغطيه الصحيه، الضريبه، وسير 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 باش يبقى السي اخنوش ومن فوقه ومن تحته من اصحاب المليارات جالسين كيضربوا في الخيرات ديال البلاد وينهبوا الثروه كما يحلو لهم ويهربوها كما يحلو لهم ويقمعونا حنا ولاد الشعب كما يحلو لهم. هذه هي الحقيقه ولا يوجد غيرها. هنا صراحه عاد قناه التحدي نشرت على الوالي زنيبر وعلى مدام الرامي وعلى الفساد اللي كاين في الجهه. الجهه فاسده من الولايه حتى المجلس ديال الجهه. واعي جيدا ماذا اقول. جميع المشاريع في المدينه مبروكيه. ها هو غير هنايا حدانا المجمع ديال الصناع التقليديين طاح بالملاير باش عاودوه. ها هو مرغي هذا الفندق هذا بحدود اللحظه باقي ما تسلمش للصناع وماشي للصناع، وغير ديك المافياس ديال الراسمال والبرجوازيه الحليفه المراكز ديال القرار داخل الوزاره باش يبقاو يشدوا الهموم. غيملحوا واحد 10 الصناع على عين الاعلام كما يقال مازال ما سلموش. جميع المشاريع مبروكيه في المدينه. حتى شي حاجه ما تجبدش. الشياطه ديال الطوبيسات، الشياطه ديال الطوبيسات على مدن اخرى عطاوها الفاس. الشياطه بينما الولايه الجهه متورطه كطرف رئيسي ومباشر في هذا العبث اللي كاين في وسائل النقل. سؤال كيتطرح، علاش مدينه فاس كتعيش هاد التراجع؟ راك درتي لنا الطياره صاحبي كتحرك هذا، خلينا ودرتي لنا الطياره. المدينه سؤال كيتطرح، علاش مدينه فاس كتسجل هاد التراجعات هادي؟ علاش مدينه فاس كتسجل هاد التراجعات؟ وإلا كان عندهم الحساب مع فاس مسايب البلاطين. إلا كانت فاس عندكم غير شي حاجه ما نعرف كيفاش كتسوقوها. الحقيقه واحده على ان هذا الشيء هو مقصود، هذا الشيء اللي كيتدار في مدينه فاس باش ان الولايه الجهه هي اللي شاده الخيوط ديال ملف النقل، هي اللي شاده الملف ديال الترميم ما يسمى بلادير. الملاير عباد الله ديال تحدي الالفيه اللي ضربوا الملاير ضربوا مليارات ديال برنامج ديال تحدي الالفيه اللي كان مولاه
الميريكان وشي شويه من الاتحاد الاوروبي وما خداو من الداخل، ناهيك على العمليات ديال التنقيب اللي كتستهدف الكنوز المدفونه داخل المدينه العتيقه. سيروا شوفوا الفضلات والقدرات، شرف الله قدر السامعين من الشرفاء. والتبول في المدينه العتيقه ديال الليثونه، سيروا شوفوا قال لك غنجيبوا السياح لمدينه فاس. شكون اللي شاد الملف ديال لادير وكيترأس مجلس الاداره؟ هو الوالي سعيد زنابر، صغيره وكبيره الحيط. الوالي او والا كان هذا الوالي كان طالبوا من رئيس الدوله الملك محمد السادس انه يبدل لنا هذا الوالي، يجيب لنا شي والي زويون قلبوا فيه تكون غير 1% ديال الرحمه، راه المدينه تمشي بخير. هنا كاينين برلمانيين راه هما الناس الحصه الاسد من المشاريع المبادره، وراهم معروفين وكيترأسوا لجان في مجلس الجهه، راه حتى هما غيمشيو للحبس. داك بني كليخ من كيبقى المخزن يقوم في اللي فيه ويزيدوا المناصب راه كيقدموا غير قربان. راه غير بالامس القريب حتى واحد ما كانش كتجي على البال الفايق غيضحيو به، راه كان هو الزغب بالجهه ها راه عنده 13 عام الحبس. جا موراه البوصيري راه في الحبس. 12 مسؤول في الجماعه فاس راه فين؟ في الزليلي. وهذا الشيء كنا كنقولوه من نزلنا اول مره في التيران من بعد الاجهاز ديال بن موسى على سن التوبه. كنا سنوقفوا في الجماعه وسنقولوا هنا راه ناس غتمشي للحبس، ناس راه متابعه في جرائم المال والتزوير وراه مازال حره طريقه. هما من شافوا السعره كبرات الجميله ديال الفوريه اللي ما بغاوش يذوقوا منها القرايديه قالوا له انت راك غاطير البوصيري ما بغيتيش تذوقنا من القويميله صيفطوه للحبس. هذا هو الحقيقه، لان ملي كنشوفوا حنا شي مسؤول او كيتقلد منصب كيمشي للحبس ايمانا منا، ليس حبا للدوله من اجل تحريك المساطير ضد الفساد لا غيدوخنا حتى واحد، راه كل شيء فاسد من الالف الى الياء. راه غير كيزيدوا قربان يحطوه يدوزوا عليه كيقول هذا حيد. واحد 3 سنين 4 سنين عامين ديال التداول الاعلامي به كيخدموا وكيجيبوا شي بوكرون واحد اخر جديد كانوا كيقولوا له انت واعر والله الا معلم عاوتاني يضحيو به. هذه هي الحقيقه. الانتخابات في البلاد راها معروفه كي كدوز والطرق اللي كدوز واللي كيوصل راه كيكون مطبوخ سلفا. حنا ما غنكونوش ضحيه هذا الواقع الاسود، راه ما غنتنازلوش. وإلا كانوا كيعتقدوا هما ذكيين دخلونا من هنا وخرجونا من هنا، حنا غنرجعوا لنقطة الصفر. نقطة الصفر من بدينا شنو هو؟ عطيونا مناصب ديال التوظيف اللي كتحفظ الكرامة ديالنا وما عندنا ما نديرو بديك الحلول الترقيعية. أنا كنهضر على راسي ومعطل استفدت من المبادرة، عطاوني 10 مليون إلى جانب رفاقي تصرفت غير على 8 في الماتيريال، 20% كمقاول ذاتي وداوها الضريبه وما رجعتهاش. غنهز ديك القجاقل وغنجيبهم لهم لهنا. اجي السي الوالي ها القجاقل اللي عطيتينا ها هما ديال القجاقل ديالك شوف شنو دير بهم. غنرجعوا لنقطه الصفر وهي دعوه كنكررها ونعاودها للمعطلين ديال الجهه، واللائحه غتولي تفتح من جدا وجديد. راه يدك عاوتاني شي هاد العدد ديالكم في الاول راه كانوا كيضوبلوا، راه الاف المؤلفه اقسم بالله الا كان السلطه املين ثاني الى الصفوف هذا المخزن غنوليو نرجعوا لذاك النقطه الصفر. ويا بينا يا بهاد المسؤولين ديال المبادره القصر راه كنعرفوه، راه ما غنبقاوش نجيو عندكم لهنا غنمشيو عند المالك صافي. بقات سلطه وحده في البلاد اللي نخاطبوها هو رئيس الدوله باش من نضغطوا تفجر شي مصيبه وتتكلم عن ديك القرايديه اللي كبار منكم في الرباط، لان كاين الشواش في القصر فاس غيبركوا عليكم كاملين باش يعرف بنادم راسو
بانه قتال ومصطف في الخندق القتاله والضحيه. حنا ما غنكونوش نمشيو للحبس رافضين هاد الظروف المعيشيه اللي كنعيشوها حنا كمغاربه. اقسم بالله الى السجن احب الينا، فيه السكن المجاني وفيه التغذيه المجانيه. الرصايل صباد محمد السادس راها كتصوب بالاطنان، البوطات اللي كيطيبوا ديك الشيء كبير، نزيدوا رصيود العروسي والصحاح والمعطلين اللي معاه. عاد ممكن اننا نتراجعوا ونمشيو للحبس وما غنتراجعوش، غنزيدوا نحقدوا على هذه البلاد، ماشي عليها هي بالذات ولكن على من يسيرها ومن يدبرها. لان باش تبقى عصابه جالسه كتبحبح في ملذات العيش، اش منك يا خدام ويا حشام؟ تليفون واحد كيجيب مليار جوج ثلاثه، واحد 4 ريال جالس كتعذبوا عليها وتقول له كتدول اللي تدوينات في الفيسبوك. اذا انت صهيوني، حاطك هنا الصهيونيه باش كتبنى الروايات الصهاينه. مالكم كتخافوا من المقاومه المسلحه؟ المقاومه المسلحه كتدافع على ارضها، وفي هذه الارض السعيده الا توفرت الشروط ديال الكفاح المسلح وحرب التحرير ديال العملاء القوى الاجنبيه ومراكز القرار الدوليه، راه الشعب المغربي غيمشي فيها، حيت هذه خيارات تاريخيه وحتميه في التاريخ ديال الشعوب. صافي كتوفر الشروط، الله يعطيك صحتك. هادشي علاش كتخافوا، لان المقاومه فكره. كاين اللي كيقاوم بالموسيقى، كاين اللي كيقاوم بالكلمه، كاين اللي كيقاوم غير في فيسبوك، كاين اللي يهز البندقيه وكيدافع على ارضه. فين عندكم المشكل؟ ولا كاع الناس اللي كيحكموا هذه البلاد الصهاينه واولياء الصهاينه وهو هذا. راه السيهم الشرعي خرج قال لك كلنا اسرائيليون، ولا السي الشرعي وقول انا اسرائيلي، ما تقولش كلنا. انت واحد مفوض لك تهضر باسم المغاربه. الا كان كيخلصوا الجنرالات ديال الجيش الاحتلال الصهيوني راه غدا راه هدوكم بلي غينشروا لكم الغسيل ديالكم، قالوا لكم خصكم تهبطوا للتيران وتهزوا الرايات وتقولوا دافعوا معنا حنا اسرائيل. حنا راه ما غنطبلوش ليكم، راه عمرها ما تكون، ولا نلعقوا لكم الاحذيه كما فضل البعض، راه عمرها ما تكون. اننا نلعقوا الاحذيه ولا نقبلوا الايادي، حقنا نديوه بالتمام والكمال. اللي بغى بغى واللي كره كره. وراه دابا غادي نهبطوا لكم، كنا كنقولوا واحد الوريقات شحال هذه، نقولوا راه غنمشيو للاحياء وغنهبطوا للاسواق. الضمان الاجتماعي اللي حدانا جياع مساكن مكرفسين عليهم جالسين غيحماقوا على من باش يتعالجوا. دابا اخنوش والمافيا ديالو فاقط قال لك حنا غنديروا ما سمي بالدوله الاجتماعيه. ها الدوله الاجتماعيه هي ها الدوله الاجتماعيه فينا هي. غادي راه دوله بوليسيه محضه، دوله قمعيه بامتياز، اعتقالات الصحفيين والمدونين، اعتقالات النشطاء السلميين. هنا لابد نستحضروا الحراك السلمي المقدس بالريف الجراده وديال طاطا، ومازال الحراكات الاجتماعيه غتكون في القريب العاجل في هذه الارض السعيده، لان الجوع بلغ مبلغه. ورطوا عباد الله كريديات قال لك حنا غنديروا الدوله الاجتماعيه. مثلهم مثل شي شفار كيطلع لك في الصباح كيقول لك كنسالك 1000 ريال، غدا في الصباح كيصبح عليك كيقول لك كنسالك 100 درهم، بعدو كيصبح عليك كيقول لك نسالك 3000، هو ما كيسالك ما والو. هذاك الشخص لقيتيه في باب الادارات واقف ومسلح، قال لك اودي انا كنسالك وما غتدخلش لهاد الاداره. هكا هو مثال بسيط على هاد الهيلمان اللي كيدخلوا. الوضع العام يدعو الى القلق، الوضع العام في البلاد. انا راه غير عينه بسيطه اللي كتجزئها من الوضع العام كتلقاه نفس الشكل ونفس الواقع ونفس داك الشيء بالحرف اللي وقع هنا وقع في مدن اخرى.
راه في الرباط وكازا كاين التهجير القصري ديال المغاربه. كيجي ملياردير عنده مشروع استثماري في قطعه ارضيه تساويه الملاير، تواصل مع المصالح الزرواطيه في البلاد، كيجيو كينزلوا على عباد الله ويهجروهم ويلوحوهم في شي قد ويديو لهم ديك الارض وتولي تجزا ويتباع المتر ب2 مليون و3. هو كانت عنده بريريكات تما طالب مسكين غير يبنيو له ويدخشش صافي. هذا هي الحقيقه في هذه البلاد. حنا تحت حكم نظام شمولي وكاينه فيه الملامح الشموليه، نظام ديكتاتوري. الملامح ديال الديكتاتوريه. نظام ديمقراطي، نقولوا ديمقراطي كايدير الانتخابات والتمثيليات وداك التخربيق، بمعنى ان الناس اللي كيسيروا هاد البلاد وداك العقليه المريضه ديال ايام البصري مازالت قائمه في البلاد. وليعلم الجميع لاننا والله ما نتفاتوا وغنرجعوا لنقطه الصيحه. واللي كان كيراهن راه التنسيقيه غتمخ، التنسيقيه حقا تشتات، راه ولاد الشعب غير مسكين، والله الا استعدات عليهم يهبطوا يناضلوا مساكن، والله يهبطوا.